تخيل إنك مسافر تقضي أجازة وحجزت في فندق في نص لوس أنجلوس. الفندق قديم شوية وشكله كئيب بس شغال. تاني يوم صحيت الصبح عشان تغسل وشك، تفتح الحنفية تلاقي المية نازلة لونها بني غامق وريحتها غريبة. في الأول افتكرت إن هي مشكلة سباكة، وفعلا نزلت اشتكيت للإدارة وبعتوا فن الصيانة، وطلع شاف الخزان بتاع المية اللي فوق السطح. وهناك كانت الصدمة اللي هزت العالم كله. فجأة يلاقوا جثة بنت عريانة تماما طافية جوه المية اللي انت كنت تشرب منها بقالك أسبوع وبتستحمى بيها كمان. البنت دي اسمها أليسا لام. قصتها مش مجرد حادثة غرق، دي واحدة من أغرب القضايا اللي لسه لحد النهاردة بتتحط تحت بند غير مفسر. علشان نفهم اللي حصل لأليسا لازم نفهم هي كانت فين بالظبط. أليسا كانت في فندق سيسل، وده مش مجرد فندق عادي، ده فندق الموت. الفندق ده اتفتح سنة 1924 ومن يومها هو مسرح للجريمة في كل حاجة. أولا ده المكان اللي سكن فيه ريتشارد رامريز، وده واحد من أبشع السفاحين في تاريخ أمريكا. كان بيقتل ضحاياه ويرجع يرميهم في الزبالة وينام في أوضته عادي كأن مفيش حاجة حصلت. والأغرب من كده كان بيقتلهم ويقدمهم قربان للشيطان. وفي نفس الفندق ده حصل فيه أكتر من 15 حالة انتحار موثقة، لدرجة إن الغرفة رقم 506 والسطح بقوا مشهورين جدا إن فيهم طاقة شر بتنهي حياة أي حد يقرب منهم. السؤال لكل المشاهدين، تفتكر إليسا اختارت الفندق ده بالصدفة ولا كان قدرها كده؟ يوم 1 فبراير سنة 2013 إليسا اختفت، والشرطة ما لقيتش غير خيط واحد بس تمشي وراه. فيديو من كاميرات المراقبة في أسانسير الفندق. الفيديو ده مدته 4 دقايق بس لو شفته مرة عمرك ما هتنساه طول عمرك. بصوا معايا كده على الفيديو. أليسا بتدخل الأسانسير كأنها بتهرب من حد، بتدوس على كل الزراير بس الباب مش بيقفل. بتبص بره يمين وشمال بحركات غريبة جدا، وبعدين بتستخبى في ركن الأسانسير. والأغرب حركات إيديها، كانت بتكلم حد محدش شايفه، أو بتعمل طقوس سحرية إحنا كمان مش فاهمينها. الخبراء النفسيين بيأكدوا إن دي كانت نوبة هوس أو هلع، بس خبراء المورائيات ليهم رأي تاني خالص. هما شايفين إن إليسا كانت بتلعب لعبة الأسانسير الكورية، ودي لعبة ليها طقوس بيقول إن هي بتفتح بوابة العالم التاني. الغريب بقى إن هما لما لقوا الجثة اتنقلت للسطح الأسئلة زادت وما كانش ليها أي إجابة. السطح ليه أبواب مقفولة بإنذار قوي جدا وبيسمع في الفندق كله. إزاي أليسا طلعت السطح ودخلت الأبواب دي، وإزاي دخلت من غير ما الإنذار يضرب؟ تاني حاجة غريبة، الخزان ده ارتفاعه 3 متر، والأغرب إن هو ملوش سلم ثابت يوصل لقمة الخزان ده. إزاي بنت لوحدها وجسمها ضعيف زي أليسا طلعت فوق ودخلت جوه؟ وتالت حاجه برضو كانت غريبه وده الاهم، الغطا الحديد بتاع الخزان لانه كان تقيل جدا جدا، ولما لقوا الجثه جوه الخزان الغطا كان مقفول. يعني اليسا دخلت وقفلت الغطا على نفسها من بره، وده مستحيل منطقيا. الشرطه قالت ان هي ماتت غرقانه، بس مفيش ولا كاميرا واحده جابتها وهي طالعه على السطح، كانها طارت من الاسانسير للخزان. الغريب بقى ان في صدفه مرعبه حصلت في نفس الاسبوع، انتشر وباء سل في المنطقه المحيطه بالفندق، والغريب ان الفحص اللي بيعملوه الدكاتره عشان يكتشفوا المرض ده كان اسمه أليسا لام، نفس اسم البنت بالظبط. السؤال لكل المشاهدين، تفتكر ده مجرد صدفة ولا احنا عايشين محاكاة حقيقية فعلا؟ إليسا لام سابت وراها لغز ملوش حل. هل كانت بتعاني من مرض نفسي خلاها تتخيل ان في حد بيطاردها فرمت نفسها في المية، ولا فندق سيسل قرر يضيف ضحية جديدة من قائمة الضحايا بتوعه؟ في النهاية صحيح المية في الفندق رجعت صافية، بس مازالت قصة أليسا فيها غموض ومحدش عارف أليسا شافت ايه فعلا في الأسانسير في آخر ليلة في حياتها. في نهاية حلقتنا لو بتحب قصة الغموض ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام.